السلام عليكم. يمكن بقى لي فترة كده ما باطلعش في فيديوهات، لكن في موضوع كده أنا حبيت أتكلم عنه، لإن لقيت كتير من أصحاب الشركات بيعانوا من هذه المشكلة. هي فكرة إن أنت بتحط الميزانية بتاعة التسويق، وفي الآخر ما بتلاقيش أثر واضح. والحقيقة إن المشكلة هنا بتكون مشكلة إدارية أكتر منها مشكلة تسويقية. وعلشان نعرف المشكلة فين، فأنا هاقول لك في الفيديو ده على 3 محاور رئيسية نقدر نعرف المشكلة فين، وإيه اللي نعمله مع المشكلة دي. وأول محور معانا هو غياب الربط بين التسويق والمالية. فكرة إن أنت أصلًا تصرف أي مصاريف في الشركة وما يكونش في KPI مالية تعرف بيها أو تقيّم بيها الفلوس دي اتصرفت في اتجاه صح والّا غلط، ده هيخلّي كل قراراتك تتاخد بشكل أعمى. طب والحل إيه؟ الحل ببساطة إن أنت تحط قدام عينك الثلاث مؤشرات اللي أنا هقولهم لك دلوقتي وتتابعهم وتربطهم ببعض. المؤشر الأول هو مؤشر CAC أو تكلفة الحصول على العميل. إحنا حاطين ميزانية كام؟ جالي منها كام عميل؟ بنقسم الميزانية دي على عدد العملاء يبقى كده العميل الواحد كلفني كذا. دي أول خطوة. تاني مؤشر هو ال LTV متوسط عمر العميل. العميل ده اللي أنا اكتسبته بيقعد معايا فترة قد إيه. تالت مؤشر هو هامش الربح. التلات مؤشرات دول العميل كلفني كام، العميل قعد معايا قد إيه، العميل بكسب منه كام. يبقى المؤشرات دي هي اللي هتقول لك أنت الميزانية بتاعتك شغالة في الاتجاه الصح ولا في مشكلة. فده أول محور. تاني محور واللي بيوقع فيه كتير من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة هو فكرة تغيير الاستراتيجية قبل ما الاستراتيجية دي تاخد وقتها. تلاقيه عمال يقفز كده بين القنوات، عمال يجرب أدوات جديدة، عمال يسأل هو أنا المفروض أعمل إيه، عروض جديدة، وكل حاجة بيعملها ما بتاخدش الوقت إن أنت تتعلم منها، إن هي تاخد وقتها، حتى الأداة اللي أنت بتستخدمها تتعلم. ففكرة القفز السريع ده بتعمل مشكلة، ما بتحققش أي نتائج. طب إيه الحل؟ الحل بسيط. أي استراتيجية، أي عرض، أي قناة أنت هتستخدمها لازم من قبل ما تستخدمها تديها فترة اختبار. إحنا هنستخدم الاستراتيجية دي أو هنستخدم القناة دي أو هنستخدم الأداة دي لفترة معينة تبقى متحددة. والحاجة التانية هنحدد مؤشرات واضحة ودقيقة لتقييم هذه الاستراتيجية. مش مجرد ما بننزلها ما حققتش حاجة يبقى لا يلا نغيرها. لازم كل حاجة تاخد وقتها، وبعد ما تاخد وقتها نحلل نعرف المشكلة فين، وبعد كده نشوف إذا كنا هنثبت الاستراتيجية ولا هنعدل فيها ولا هنغيرها. ده المحور التاني. طب والمحور التالت؟ تالت محور هو توظيف الشخص الخطأ في الأماكن الحساسة. إيه الأماكن الحساسة؟ علشان تعرف إيه الأماكن اللي ما ينفعش تهزر فيها لازم تكون راسم خريطة العميل. لما بنرسم خريطة رحلة العميل بنشوف نقاط التلامس. إيه نقاط التلامس دي؟ نقاط التلامس دي اللي هي النقطة اللي بيتعامل فيها العميل معانا. الموقع الإلكتروني، الرسايل، اللي بيرد على التليفون، البائع، لو في فني معين، لو في توصيل. أي نقطة تلامس بين شركتك وبين العميل دي نقطة ما فيهاش هزار. وخاصة لو أنت الوعد بتاعك بيتأثر بهذا الموظف. الموظف ده لازم تختاره بعناية. طب نختاره بعناية إزاي؟ لما تيجي ترسم خريطة العميل، وممكن خريطة العميل دي نفرد ليها فيديو لوحده، لكن انت لما تعملها وتعرف عميلك بيتلامس معاك في نقطة معينة تبدأ تقول هو انا المفروض الموظف بتاعي في النقطة دي يتعامل مع العميل ازاي، المفروض يقول له ايه، المفروض يتكلم معاه بأنهي اسلوب، وتبدأ تحدد مواصفات دقيقة لهذه الوظيفة. انت لسه ما اخترتش الشخص، انت كل اللي بتعمله انت بتقول الشخص ده المفروض يعمل ايه. وبعد كده
تبدأ توفر الشخص بهذه المواصفات وتسيبه؟ لا، اوعى تسيبه بقى، لازم تبدأ تحط مؤشرات أداء. انت المفروض تعمل كذا، والمفروض لو أخطأت في كذا هيكون في تقييم كذا، ويبقى في تقييم صارم. لو استخدمنا هذا الأسلوب هنضمن إن الموظف هنا بيأدي بالشكل المثالي. دول 3 محاور هيعرفوك ميزانيتك التسويقية شغالة في الاتجاه الصح ولا في مشكلة. التسويق لا يدار بالعاطفة ولا بالترندات، التسويق يدار بالنظام وبالصبر وبالربط بالمؤشرات المالية. في النهاية عايزك تراجع مؤشراتك المالية خلال هذه الفترة، عايزك تثبت استراتيجية تسويقية واحدة تشتغل عليها لمدة 90 يوم وبعد كده تقيمها، وتتأكد إن كل موظف عندك موجود في مكانه المناسب. وما تنساش، التسويق مش مجرد كلام،